تتطلب العمل بروح الفريق والانسجام والتوافق على قضايا ملحة للنهوض بالوطن، في مقدمتها إصلاح التعليم والصحة وتشجيع الاستثمار ومواجهة العشوائيات ومواجهة الانفجار السكاني، والعمل على توفير حياة كريمة لكل مواطن بالتعليم المناسب والرعاية الصحية وتوفير المسكن الملائم وفرص العمل. نريد أن يكون صوت النواب معبرا عن هموم الناس ومتاعبها وأيضا طموحاتها بقوانين بناءة ورقابة صارمة، مع تجاهل الحناجر التي لا تريد خيرا لمصر وأهلها. السادة المصورون، يرجى التوقف عن التصوير مؤقتا حتى نتمكن من افتتاح الجلسة. برلمان رأينا فيه المرأة والشباب يفوزون على المقاعد الفردية. هناك أيضا ممثلون للمصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة. برلمان به 325 عضوا مستقلا و243 عضوا حزبيا ينتمون إلى 19 حزبا من بين 103 أحزاب هي مجموع الأحزاب في مصر، وهذه أكبر نسبة تمثل في تاريخ الأحزاب المصرية، بعد أن كان هذا التمثيل لا يتجاوز 15 حزبا مصريا في الانتخابات السابقة بنسبة 43% من إجمالي الأعضاء. يتقدمهم حزب المصريين الأحرار ب65 مقعدا، ثم مستقبل وطن ب53 مقعدا.